ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير، ورجعنا لكم بفيديو جديد من سلسلة عادل ووفاء. وعايزة اقول لكم ان لعبة يويا اتحدثت والخريطة اتقسمت ل9 مناطق، ونزلت اماكن جديدة في اللعبة. حدثوا اللعبة من المتجر علشان تلعبوا وتستمتعوا بيها. ويلا بينا، هنسيبكم دلوقتي مع الحلقة. أحو، النهاردة برد قوي وفي تلج، وأحسن أكلة في الجو ده هي شوربة العدس. وماله العدس، رخيص وكويس وهيدفينا. وأخيرا خلصت شغلي. النهاردة برد قوي، أكيد وفاء عاملة لنا عدس بحجة إن الدنيا برد، بس هي عايزة توفر. لا، أنا مش عايز أكل عدس النهاردة، أنا عايز أكلة حلوة كده ودسمة. ايه يا عادل، بتفكر في ايه؟ واضح ان انت جعان وعماله بتفكر بالغدا. والله يا سامي، بس انت ايه ده؟ انت يوم عن يوم بتفرش، انت بقيت شبه البكابوزه. والله سمر رايحه جايه تعمل لي اكل جميل. لما اتخنت بفكر اسجل في النادي، ايه رايك تيجي معايا يا عادل؟ ايه؟ عايزني ادفع اجره النادي كل شهر؟ عايز وفاء تنيمني بره البيت؟ المهم يا سامي، غداكوا ايه النهارده؟ والله بفكر اروح مطعم السمك اجيب لي اكله سمك حلوه. يا سلام، شهتني على السمك. خلاص هاجي معاك واجيب لي اكلة سمك انا كمان، يلا بينا. ايوه اديها يا وفاء، النهارده هناكل عدس. هو العدس احلى حاجة اخترعوها في عالم المطبخ. يلا اديني جاية اهو. ايه يا وفاء، مغرفة وطبق معناته شوربة عدس مش كده؟ ايوه يا عادل، هو احنا لينا ابرك منها؟ طب بصي، فضيلي الترابيزة بسرعة علشان جايب حاجة معايا، هجيبها دلوقتي عن باب البيت. جايب حاجة؟ ها، ايه رأيك يا وفاء؟ ايه اللي انت عامله ده يا عادل؟ ايه اللي انا عامله يا وفاء؟ عايز اكل اكله حلوه، وفيها ايه؟ هو كل ما الدنيا تمطر والجو يبقى برد هناكل عدس يعني؟ قومي يا وفاء، ما تعمليش نفسك متي. ليه بس؟ ليه التكاليف والمصاريف دي كلها والعدس اللي انا عملته؟ نبقى ناكله بكره يا وفاء، خلاص ما تعكننيش علينا. قومي هاتيلنا الاطباق. والله ما انا ماكله حاجه الا لما تقولي الاكل ده تمنه كام. ولا حاجه يا وفاء، كيلو الجمبري ب7 وكيلو الكابوريا ب10. ما انا عبيطه وبرياله علشان تضحك عليا بالكلام ده. انا متاكده ان الاكل ده يسواله 400 500، بس ماشي. بقيت جايبه اقول ايه بس؟ همشيها لك النهارده بمزاجي. يلا يلا يا وفاء، قولي بسم الله. هتفضلي مكشره كده، ما تفرديها. ايه يا عادل، انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بعمل ايه؟ عايز اكل كل دول؟ لا لا، هي جمبرية واحدة. نعم، ما هو يا دولة في أصناف كتير، والأكل اللي هيزيد هناكله بكرة، وهنخلي العدس بعد بكرة إن شاء الله. امسك أدي كابوريا أهو. إيه ده؟ دي كبيرة قوي. بس يلا، مش خسارة فيك. أنا الغلطان، كان مفروض آكل في المطعم وريح دماغي. جمبرية واحدة قال. قولي يا عادل، هو إيه ده اللي في طبقي؟ ده سوشي يا وفاء. شوشي؟ احنا من امتى بناكل الأكل ده؟ أكل الأجانب. قال شوشي قال. هو في أبرك من العدس؟ حلوة قوي. هات اللي في ايدك يا دولة. هو انت هتبصي على اللي في ايدي كمان يا وفاء؟ ادي العيال رجعوا من المدرسة، حماتهم بتحبهم. ايه ده يا ماما، عاملة سمك؟ ايوه يا حبايبي، قلت النهاردة برد اعمل لكم بقى حاجة تغذيكم وتدفيكم، فعملت لكم سمك. يا سلام، بحبه جدا. وفاء، متأكدة ان انت عملتي السمك ده؟ ما خلاص يا دولة، خليني احسن صورتي قدام العيال، حاكم بيفكروا ان انا جلدة وما بحبش اصرف. يلا يا عيال تعالوا علشان تاكلوا. اقطع دراعي من هنا. لو كانت ماما عاملة السمك ده اكيد بابا جايبه من المطعم جاهز. ولا كل وانت ساكت، دلوقتي هقومك عن الاكل ومش هخليك تاكل. يا وفاء، انتي قومتيني عن الاكل ليه؟ انا حاسس ان انا لسه جعان. يا دولة، ما خلاص ما كله نفس الطعم، وبعدين احنا داخلين على رمضان، يعني لازم تتعود تقوم خفيف، تبقاش متقل من الاكل. ايه يا بابا، مش النهارده الخميس وانت وعدتنا هتخرجنا؟ هنفضل قاعدين في البيت كده؟ معاكي حق يا نور، وبعدين في مكان جديد فتح انا هاخدكم عليه. ايه اللي معاكي حق يا نور؟ وبعدين مالها قعدة البيت؟ تعالوا معايا هفرجكم هنقعد ونتفسح فين، تعالوا بس. هنتفسح فين يا ماما؟ في البلكونة. يبقى عندنا بلكونة شرحة وبرحة زي كده ونسيبها ونخرج؟ ده يبقى افترا. بلكونة ايه يا وفاء؟ دي بالعافية سايعاكي، دي كلها شبر ونص. خلاص يا ولاد، روحوا البسوا وسيبوا الموضوع ده عليا.
ها ايه رأيكم يا ولاد؟ انا قلت بما ان الدنيا تلج اجيبكم على مكان التلج هنا علشان تتزلجوا. الله حلوة قوي يا بابا. والله ما انا عارفة، الناس في البرد ده بتقعد بتشغل الدفاية وبيشوي شوية كستنة على شوية بطاطا حلوة وبيشربوا شوربة عدس. انتوا جايبيننا بقى على التلج علشان نتشفشف من البرد؟ اعملوا نفسكم مش سامعين حاجة، يلا بينا. لو سمحت، احنا عايزين نطلع الجبل من فوق علشان نتزلج. هتركبوا 2 التذكرة للشخص الواحد ب50، يعني انتوا الأربعة ب200. ها ابتدى النصب والاحتيال. نصب واحتيال؟ اسكتي يا وفاء، اسطورينا بقى. ايه يا عادل، انا لو عارفة المكان فيه دفع ما جيتش اصلا. وبعدين احنا لسه تحت اسفل الجبل وهيدفعونا، امال لما نطلع اخر الجبل هيدفعونا كام؟ مالك مبحلق كده؟ مشاكل عائلية يا استاذ. خلاص يا وفاء اسطورينا. بقول يا أحمد يا حبيبي، بدل ما ندفع دلوقتي 100 وفوق نقعد نبعزق فلوس، ما تيجي نروح وبكرة هعمل لك صينية البسبوسة اللي انت بتحبها، هتاكل أصابعك وراها. لا يا ماما ما حذرتيش، أنا عايزة أتزلج. لا يا ماما ما حذرتيش، بعزقه فلوس بعزقه. 200، ندفع 200 عشان نطلع على راس الجبل يا ربي. ياه الدنيا بقت غالية قوي. 200 ولسه هندفع فوق. يا خرب بيتك يا وفاء. حضرتك احنا عايزين نتزلج، ايه النظام هنا بالظبط؟ لازم يا استاذ تدخلوا جوه تتأجروا عدة التزلج وبدل التزلج، ما ينفعش في الهدوم دي. يعني يما ابتدينا. شايف يا عادل، كل ما هنمشي خطوة هيقولوا لنا ادفعوا فلوس. يا ماما وانتي دافعة حاجة من جيبك؟ كل ما بتسمعي في دفع فلوس بتسخسخي وبتجيلك الجلطة. خلاص فكيها بقى، جيبي وجيب ابوك واحدة. وبعدين انتوا عندكم صرف الفلوس ولا اسهل منه؟ اتفضل يا اخويا، اتفضل علشان نصرف فلوس. يلا بقى يا ولاد، مستعدين؟ مستعدين يا بابا، يلا بينا. الله دي جميلة قوي. يلا يا ماما انزلي انتي الاول. ماشي. ايه الهبل اللي انا هعمله ده؟ احنا دفعنا كده فلوس كتير. ايه ده يما يا ماما. يلا يا نور انزلي انتي الاول. ايه يا احمد خايف؟ لا بس عايزة ابص عليكي. اوه الله دي حلوة قوي. يلا يا احمد دي حلوة قوي هتعجبك جدا. يلا بينا. يلا بقى دلوقتي دوري. لا دورك ولا دوري، خلاص كفاية. بصوا كم كرة التلج الحلوين دول، هنلعب بيهم ونرميهم على بعض ونتصور صورتين ونروح البيت. واول كرة هتبقى من نصيبك يا عادل علشان خلتنا ندفع فلوس كتير. خد دي. اللي انتي عملتيه ده يا ماما؟ يقطعني، يظهر ايدي كانت تقيلة شوية عليه.